القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني إذا ما رتلت إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض نحمده كما ينبغي للجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده فالحمد لله أولا وأخيرا والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع رضاه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لومي إن شاء الله تعالى حدث سورة حزنا قريبنا لنا مالتي إذا سورة زي أخاء سورة النجم تسمى سورة النجم سورة النجم تسميت المخنيات إذا سورة زي بقول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى تجمر بسورة النجم تل الله سورة زي أب مكة زوردت سورة قدم هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نمدينة سلزخونت كمتي سورة أب مكة زورد زنبرة تحس لكع قدايناي وحي قدايناي ملأختي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نمرققات قداي معالت قيامان آخران تتكسن نعو الترقاقزن نتم أب مكة بسنكي مس الله سبحانه وتعالى شركنة مقبارهم كاب مقدي وزعهم زنبرو نزي قدايات زي كتتصاري نزي قدايات زون كتعري تحسطو آخلو أبزي قداي زتوكور يخون مالتيو مجمريا الله سبحانه وتعالى أتأتات وانا إذا سورة زي آخر انكلنا الله سبحانه وتعالى بمحلى جمير ومالتيو إذا محلى زخاص لمنتاي من رققاتيو الله سبحانه وتعالى أتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلو زلو قالات زاربو زلو زربا بعلو بإيدونا نؤخم زي كونه انتاي دقا ناي بحقي كاب الله سبحانه وتعالى تلايخو زمصي ملأختو خا زبصح اتي نزم ملأخت زي زق ابابلو زلو خا حاده كافتم كبراتن حيالاتن عزوزاتن زخونو ملائكاتات كمخانو جبريل عليه السلام نعو ترقاقص مالتيو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى كم زي النابلت نتي ملأخت لاي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزور زنبر وحي حقهم مخانو نعو ترقاقص مالتيو نتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التواهب هي ابناي ملأختون نعو تتكس بدحريو الله سبحانه وتعالى افتخال أي نتبي تقصدتو خا قداي نايتم مشركين تي حزمو زنبرو دين تي زامنلو زنبرو طاوتات
يعني مرتعو كم زي بلو جبطي كم زي بلو أنها الله سبحانه وتعالى يقلت مالتي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى النبلة زيهم تأم توم مشركين كم قويتوت زأمن لهم زنبرو كابهم زدليون زطلبون زنبرو ومقع زي قداي زي نزوم طاوتات زيهم قويتا جيركا مقبالهم متحازن شبطن كم زي بلو الله سبحانه وتعالى ينقر مالتيو تراي انتاي نيرو اتي ببوتاتهم تصنحهم ناي بوتاتهم ورشا ناي بوتاتهم باهلن ناي بوتاتهم لمدن نخي قدفو مالت كبري ناي بوتاتنا زبلونا سوم زصنحولنا إلهم بخبرين بتاشمو زحازو تزي كوينو شبطي قداي شبطون اي دبرو من مالتيو كم أون مستناتهم وينتان مستناتهم أكايدان السماء مع سلازخونة أبو قصيلهم مالتي سلازي الله سبحانه وتعالى زي نجرزي جبت خمسة يقولوا أسمات توهبون ناي قويتان ناي أملخوت أسمات ذهبكم بعلخهم بعبوتاتكم التوهب إلى أنبر جبت خمسة يقولوا النبل الله سبحانه وتعالى نزي قدايزي جيجاهم مخانو يرجع لهم مالتيو تقولوا ناتهم امنت جيجاهم مخانو مستقسي الله سبحانه وتعالى بزعباتهم ملائكة بزعباتهم الله سبحانه وتعالى زلأخهم زلؤكم من زلهم زي كون رئيتو تازن برم مستقسي الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلو فأعرض عن من تولى عن ذكرنا بدحريو انت لا زوم سبات زيهم انبيلهم افتي جيجا زخونه امنتهم افتي جبت زي بلو امنت قصلوا انت لا خوينهم يا محمد يا رسول الله بدحر حجي كاب زن العلي جبتات مو انتاي كمصوم دليوم يوم سلازي فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا زيهم تي ناتهم وينتان ناتهم دليتن ناي الدنيا سلازخونه فصيمهم زوم سبات زيهم تنا آخرة قبل بو ما يأتوا منالو جينا تقبلنتنا تنا آخرون يبلون سلازي تي ناتهم كله فلتتهم من كلتهم ذلك مبلغهم من العلم زيتي ناتهم فلتت زبها المالتي طراينا الدنيا فريتهم ناي الدنيا استقموا من زربهم من نابو طراي ما دحبهم زلو يدو الله سبحانه وتعالى إذا سبزي ناي الدنيا طراي انت دا زسعره خوينو ناي آخرة فتصيمو قلص كبل أيكونن سلازي أعرض عنهم زوم سبات زيهم نخامنو دليت يبلو من طراي تناي الدنيا يو سعيروا من السو سحبوا من زلو يدو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعى سومالتيو السخاء لتكا فتصيم كايخا تخابا خاز دل غير كايخا بدحرزي كابهم بحيلي خامنو الكا ويكا بزو حيت الشجر يزبلو زلو الله سبحانه وتعالى بدحرزي الله سبحانه وتعالى اتناتو ملك املخوتن اتناتو حيلن اتناتو خلتن كله ببحاده كلون يقلصو مالتي ولله ما في السماوات وما في الارض النبله اتي ناي معالتي يوم القيامه خا السو صبصاب كغبركم مخانو زخونه يخون ودسبون حساب كم زلو الله سبحانه وتعالى ينقرنا مالتي فالله سبحانه وتعالى من كم مخانو اتي حيلناتو ينقر مو قلقلون كافتي زحالفه نايتهم انبياء زنبر تاريخون أبو خلو بحصر زبلة التقاقساون طعم عبيلو يحلف مالتي كما قال الله سبحانه وتعالى أو أم لم تنبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إذن انتايو تراي أبو خلخا نتيناي ملأختنا يتوم قداموت نايتوم أنبياء زحلفوا مستي ملأختنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تراي نمت اسسار مالتي أبو خلو باسمتهم تراي تقصابيلو الله سبحانه وتعالى ينقر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى شعون زخون يخون ودسب تي زقبرون زفصمون السو كسب صاب زاتو السو بتا زقبرا الحساب زاتو وأن سعيه سوف يرى تزقبرو كله كرأي مالتيو خير انت لا خوينو خير كي انت لا خوينو خا كي كله كرأي خم مخانو الله سبحانه وتعالى نزق الدايزون ينقر مالتيو أما جرشا الله سبحانه وتعالى إذا سورة زئا مدمدم تاك خون كله الله سبحانه وتعالى هذا نذير من النذر الأولى النبلة إذا كله تتغسلكم إذا كله تنقركم حدا خافتي متنقطع خم مخانو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قرب كم زلو نا نقره أما جرشا كمتي أفتي مجمريا نزا سورة زئا بتي حق النت ناي وحي ناي ريد نتي الله سبحانه وتعالى زوردو زنبر ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأي
كل حقم مخانو زرقاقز أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تي زورد زنبر مالتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالات زي كم لقص غيركم وسيدكم وتسحقوا زلهم يلو الله سبحانه وتعالى كم تي نزا سورة زي أزجمر بتي ناي وحي الله سبحانه وتعالى حقهم مخانو محيلو زتقصو انها مدمدمتا نايزا سورة زي آخاء بمتاقير ومالتيو مدمدمتا آخاء لك بتي مجمريا التتقسي ناي وحي ناي الله سبحانه وتعالى زور زنبر حقهم مخانو نعو الرقاقيسة مالتيو سلزيتي فتيان معصويان حادي أرستي نيرو مالتيو إذا سورة زي طبعا فليز بلد سورة كلها ممكن قرأ خلنا زخونه يخون سب ولا أتي قانق عرب زي فلت مميت ويكا فليز بلد أودا دقاناي آياتات كم زلوان نرئي مالتيو الله سبحانه وتعالى إذا سورة زي كلها درجة كاب مجمري أخصع مجرشة أفتن سلسته مسمر وياربعة أفتن سلسته مسمر اللي بقوله مجرشة زلوا خاب قول الله سبحانه وتعالى أزفت الآزفة التبل كسع مجرشة أبزي درجة دويلو مالتي لكن قد ميوزنا برا آيات أنت دارينايو كله بمنتهى يودع بحنتي في دليل يودع مالتي بحرف ألف يودع مالتي لك كلها مجرشة آية دوك تبل كلها أمتى أخا دو تبل على الألف الزون داير إنا مالتيو الله سبحانه وتعالى ذا سورة زيا فليز بلد سورة تكون تودا دقاناتا طبعا نتوم زيادة قنق عرب زخولون زفلطون فليز بلد سمعت نخهلوهم الله سبحانه وتعالى خمس غيرو أتي أودا دقاناتا فليز بلد غيروا مالتيو أب نفسن أفت سمعتنون فليز بلد سمعت نخهلوكا أنت نزا سورة زيا تسمع زلخا ذا سورة زيا خافتي فليز بلد زحازتو مجمريا الله سبحانه وتعالى القرآن سجدة بمكة زورده يبلو تا مجمريا سجدوا لا سباتون إذا آية زياء يبلو مالتيو وهي قول الله سبحانه وتعالى أبزا مجرشة سورة زلا مالتيو مجرشة آية أبزا سورة أنت دارينايا سورة فيها سجدة اللوا مالتيو إذا سجدة زياء مجمريا جزياء بمكة سجدوا فاسجدوا لله واعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى عتوا مالتيو روى البخاري عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا قال وهو أمية بن خلف إذا سورة زياء أب مكة مسوردة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ توم مشركين نجزاء رسوم أوانتي يسمعوني رومالتي آخر مجرش آية مسقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تآية السجدة سجدوا كلهم حجين تاجي رومالتي تي طبعا القرآن نجزاء رسوم يحبوهم من رومالتي تبوا دا دقانايت آيات كم تزرع أخهم يسحبين رومالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم السجد حجي كلهم توم بدأ أوزنبور وتم سمعوا وزنبور ولا خافتهم مشركين تاجي رومالتي سجدوا مالتي يقول عبد الله بجك حدا سب كلهم سجدوا يبلوا السخ آمني نيرو حدا من أنت خي سجد أنت غيره حمد أمس أبيلو بزاقن بارو الجيبوا مالتي فقال فرأيته قتل يوم بدر كافر وهو أمية بن خلف أمية بن خلف زي كافر كيس لما خلوه تقتلوا تزرع أخواتي من إسلام سجود زأبي بالمالتي فأزيو بحفشوا تحسطونا إذا سورة زياء إن شاء الله تعالى حجي أبزي زترفي وقتنا بتنتنا كنأت وإنا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن شاء الله تعالى لومي إذن قرأنا آياتات كنفسرن كنتنتننينا الله سبحانه وتعالى بدقفن حجزن مسانا خون دعانا طرعنا ناب قويتانا الله سبحانه وتعالى نم حلالف إذا صرازئة الله سبحانه وتعالى بمحلا جميروا مالتيو إذا محلا زي خاء نمنتأيو أن الله سبحانه وتعالى أتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلو زلو قال الله النبي صلى الله عليه وسلم زارب وزلو زربا كاب الله سبحانه وتعالى توهبو وحيكم مخانو نزي قدايزي نخرجاجز يقول الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى والنجم إذن سمحلا بمتى إذا محل بخوخو بمحلالو مالتيو الواو والقسم والنجم تا زمحللا زلو مالتيو فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه بزدلي الله سبحانه وتعالى خافتي فطور نجرات يمحليو قن فطور ودسب كمحل انت دا أخوينو بجكا الله سبحانه وتعالى فتصيمو بخالق كمحل يبلون لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء بزدليو الله سبحانه وتعالى يمحل مالتيو تي زمحللو زلو خا حدا خافتهم سو زفطورم حدا خافتناتو آياتات كافتناتو تأمر سلازخونه زي فطور بز فطور غيرو الله سبحانه وتعالى يمحل والنجم إذا هوى طيب هل الله سبحانه وتعالى حجي تخوخب كله هل بفليز بلا خوخب يزمحل زلو ويس بزخونه يخون كخب طبعا قال العلماء أنه قال يوم زي كخب زي بما أنه قال إذا هوى قالوا زي كخب زي قالوا يعني بالنجم هنا الثريا نوع من كحدا عينت كافتن كواخب تمالتيو زي كل جزء دحري فجر خوم كلون وكخوم كلون تاخون مالتيو يعرب مالتيو فزي ايو بقو زمح لنا زلو يبلو مالتيو وقال بعض العلماء لا زي والنجم إذا هوى كل زخون يخون كخب خون خيريو لأنه يهوى لأن الله سبحانه وتعالى جعل النجوم من كافتح هذا سنكي ويكاتنكي نتي كواخب تزفطر الله فطر الله سبحانه وتعالى من تايو لأنه يرمي به الجن
فقال إذا رمي به الشياطين. هذا تفسير من قال الضحاك والنجم إذا هوى أي النجم إذا رمي به الشياطين لأنه نبي ودق له مالتي نافتهم شيطان ودق كله فإذا أي نجم يرمى به فهو بؤ يمحل إذا بفليز بله كوخب يكون لكن بمنتهي دعا بزخون يكون كوخب الله سبحانه وتعالى زخلقه يبل مالتي فالله سبحانه وتعالى أقسم يعني ممكن أن يكون القسم بنجم معين أو أن يكون بكل النجوم فالله سبحانه وتعالى أبكال آية وانتدارينا فلا أقسم بمواقع النجوم فإذا يقسم الله سبحانه وتعالى كذلك بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إن القرآن حقهم مخانون قد محجون أبكال سورة الله سبحانه وتعالى بسورة الواقعة محيل مالتهم فإذا نجدنا يكون سواء كان نجما فهو الله سبحانه وتعالى بفليز بلا كوخب كوينو ويكاب زخون يخون كوخب يخون كلهم فطراتنا من يوم ني الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خمس زبلنا بدلايو يمحل إيو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى طبعا هذا المقسم به يعني تقندي أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم من هو صاحبهم صاحب من الرسول صلى الله عليه وسلم حج تاجرون من نقريش تاجرون مالتي صاحبهم والصاحب هو يعني هو طبعا صاحب قبال كله ممكن عرك خامالتي ويكأم خيدها ويكأم ساخا زوع المساخا زنبر حتى الزوجة يقال لها صاحبة يعني هو صاحب يعني معناها من يصاحبك مساخا زخون مالتي يعني مساخا لقوب زخوني قربا زلو مسا فلماذا الله سبحانه وتعالى قال لهم صاحبكم قال العلماء هذا تنبيه لهم يعني نعم زيادة انتهيبوا مالو مالتي الله سبحانه وتعالى خبر أبرهم هذا الرجل زي سبزي قوانا يكونن تفلطوا إخم كمي عينت أباي كم زنبورو جينا نبي أي خيبة خلو انتهى عينت نيرو سلازي حق خزارة بعد حق خم مخانو بعد طعم تبايكم مخانو تبايو خمي كم زنبر تفلطوا إخم انتهى لكم كم زلون حج حماق كم زي وصون تفلطوا إخم فقال لهم إنه صاحبكم معناه أنتم تعرفونه يعني سقى حجنا عرك خان مخايدخا تفلطوا لي تفلطون حسوا مخانو تفلطوا حقنيهم مخانو بعد صبوري وبعد كيدو إذا كل نجر قرب أصل زلها خابو تفلطوا يا خمالت فالله سبحانه وتعالى لا أمال ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية طيب هل في فرق بين الضلال والغواية طيب نعم لأن الله سبحانه وتعالى يعني عندما فرق قالوا أنه الضلال انتهى الضلال هو إن حدا نجر بدنقرنا خيف لتك خلها أخذ قبره خلها كما قالوا فسر العلماء ولا الضالين قالوا هم النصارى الذين عملوا بغير علم يعني كاب فلتة يتبقسون انتهي لآخر من انتهي تبقسهم يعني خبروا تبقسهم بعلم انتهي مهيزهم مالتيو بعلم ناتهم دين ناتهم عبادة يقبر مالتيو يعني أب علمي أفلتت زي تمركوسي سرح كسر كلها هذا يعتبر ضلال فلم يضل فهو النبي صلى الله عليه وسلم تزب له زلو إذن نفع عنه الله سبحانه وتعالى أن يكون ضالا يعني تزقب له زلو خاب دنقرنا خاب جهلا يكون إنما يعمله عن علم إذن من تاي تمركز مالتي أفلتت التمركز خم مخانو وما غوى كذلك الغاوي قالوا هو العالم بالحق والعادل عن طريقه يعني حق النافلة خلو نار آية خلو تماهير خلو انتهي قبر مالتيو نتمقد حق تنتينو نابي خيد ناب كالئ خيد فريتو إن رأي الناس مع خلو أي دليل يلو فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بغاو ولا بضال يعني جاهل أيكونه نافلة كيف لا تخلو الصرح زل يكونن كم أول النافلة زجاجة نابجي جاز خيدون أيكونن فالله سبحانه وتعالى نزه رسوله قندي من حجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا عينت زي بهري خمزي بلو كم زي عينت سرح كم زي سرح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينزل قالوا قبل سيون انتهى قبل الله سبحانه وتعالى لتشرع اسلام الناون كما مالتيو ناي فلتة ناي علم ناي جبتنكم مخانو يرجع قصلنا له مالتيو زي شرع زي أب علمي أفلتة زمور كوس كم خاء نتحقي النافلت كاي أخلك نحرفلت كاي وكافلت كاي سوي أخلك كاي بلكانيو إنما
أن تعلم الحق وتعمل به نتحقي فريدك أب منتي كتوعل لك أب جبري أب سراح كتوعل لك مالتي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم العلم فلط علمي أي حابئون أي زيكون خويني أي بلن زيت أززون أي فتمنيو إزي سلزي الله سبحانه وتعالى نتي نزي شرع زي سكيم زمتن نزي شرع زن الله سبحانه وتعالى بمحلى نزي قدايزي يطري له مالتيو نتو مشركين كا يبرهن لهم مالتيو ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى هذا النبي زي نبي زي تلاقيكم مسئول له محمد فتصمو تي زنطقون ززاربون زلو قال ناي وينتا قال ايكونه ولاون ناي ولقاو دليت تصبيت ناي ولقو سلازلو ايكونن وما ينطق عن الهوى لأن الإنسان كل تدعى ود سب بزح نقرات له دس بلكا وين زبلكا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزارب زلو دس لو عجيب يعني نفسه تقم زلو خوينو ويكا دس لو ايكونن انتي دعى تزارب زلو زربا كله إن هو إلا وحي يوحى كل تزارب زلو كاب الله سبحانه وتعالى التأززو ايو ازي ابصحيو ازي خمزن بلوم اتباهلو نعو يبصحلو كي وسخي كي نكي فالله سبحانه وتعالى ازي قال ازي قالوا خم خانو تي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زلو زلو زربا القرآن كوينو السنة كوينو كله كاب الله سبحانه وتعالى خم خانو يرئنا روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ودو نمين مالتين عمرو بن العاص وهو من الصحابة قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب وغيره فقال فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق رواه أبو داود عبد الله بن عمرو يبل أنا يصحف نيرو مالتيو كافتهم كصحفوا خلال زنبرم سلازي النبي صلى الله عليه وسلم كله فصمو زنبره زغبرو زنبره كاود سمعكو انت يغبر نيري بالمالتيو يصحفو نيري بالمالتيو اذا خاص لمنتاي انت دحرايته مليسه كصنعون حافظون الى يبل مالتيو فتم قريش الصحابه رضوان الله عليهم مسراي وانتاي لو منتاي تغبر الله خايلهم صخا كله زبلو النبي صلى الله عليه وسلم تصحفو الى هو صحف لهم لا النبي صلى الله عليه وسلم سخات فلت اني سبي من الباش حد غزي كزارب كله من الباش كوريو صنح وي كا غله اقطعو خون غله حجي زتزاربو ممكن ناي كوراخ يكون كل تصحاف لو من يلو مالتيو فانا نعوب سمع انت غريبل تمصحف دواب لي دحريو صنح لنا من حاتت هلخو ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيده يا رسول الله انا كمزن غبر رموني زوم صحابه زوم صوتكا زوم عبيتي كمزن غيركا يتصحاف زنزن سلازخونه يلو من يلو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينقر مالتيو فالنبي صلى الله عليه وسلم تايلي من لسلو صحاف كله دلايكا انا والله ويكا والذي نفسي بيده بتي نفسي اب ايدو زلا مالت الله سبحانه وتعالى محلو ما خرج مني الا الحق انا تزاربو كله حقي ايو وذا ايا زي او نعوت الرقاقص مالتيو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى أي كل كلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي ولذلك يستدل العلماء على أن السنة حجة يعني السنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سي مرتعو خم خانو ويكا بشرعي كند خم خانو انتدأ قل سباتا كتراترو مسيوم بمنتهي من لسلوم مالتيو بزا آية زيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زبلو زنبري تراي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زبلو تراي الرقاقة لنا دا أنبر انت لا خاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمصخم مخانو ترغاغيصلنا حقي كم مخانو چبطخم مخانو اتي حزو زمصخا نزخون يخون نجر كمرتعو خم نقبلو الهم تم علماء تقبلوا بذا ايازي او تمركسهم وما ينطق
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم يقول الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى طيب ذي زمፅኦ ቃላት እዚ ዝወሃቦ ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባኸ ካብ ምንታይ ያምፅዎ ከመይ ገይሩ ካብ ጎይታ ካብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘመሓላልፎ ዘሎ ምስ ጎይታ ይራኸብ ድዩ እንታይ ኢልካ ምናልባሽ አንቱም ሙሽሪኪን ጥርጠራ መን ዝዕልሞ ዘሎ ኢነማ ዓለመሁ በሸር ሰብ ዓሊምዎ ሓደ ከምዚ ገይሩ ገለምታት ትብልዎ ዘለኹም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባዕሉ የብርሃሎም ኣሎ ከመይ ገይሩ ነዚ ዕልሚ እዚ ነዚ ፍልጠት እዚ ከም ዝቀሰመ ፈየቁል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዓለመሁ شديد القوى من يتزعلم وتزمهره النبي الله سبحانه وتعالى يخبر من يتبارئ محمد صلى الله عليه وسلم كابتي لأخو جبريل كابو خم تعلمه شديد القوى وصف الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بأنه شديد القوى حيالكم مخانو التي توهبوا أمانة كم زبصح كم تي الله سبحانه وتعالى غيرو زلا اخو غيرو كم زبصح الله سبحانه وتعالى ينقرنا انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين فالله سبحانه وتعالى وصفه بانه شديد القوى من يت جبريل اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من يوصل زلو كاب جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى جبريل يمحلال فلو جبريل كا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتمن اختي يبصح وجبريل فليز بله كافتم ملائكه فليز بله حيل زلو ناي وحي زبصح كافتم مروصان ملائكاتات يخون مالتيو والله سبحانه وتعالى يقولص خلو ابز ايا زي يكون اب كلا اياتات حيالكم مخانو نتي توابو اماناون بصنعات يبصحكم مخانو والله سبحانه وتعالى وصفه كذلك مطاع ثم امين نتي تلاقوا من الاختخاء كينك خيوسخه كي وسخي يبصحكم مخانو طيب كما يقركا توم قاليهم تابلوها تمال اختي ناب علي تحاسبوني ناب علي تحاسبوني رو تقاقيو ناب من ابصحوا ناب محمد سلموه بلوخا مالتي طيب انت اخذ اليوم طيب نذا قال زياء الله سبحانه وتعالى قال علمه شديد القوى قال الله سبحانه وتعالى مطاع ثم امين يعني اذا هم قالوا حتى لما قالوا خان انتهى تبلسهم خان الأمين فكيف يكون أمينا وفي الوقت نفسه خائنا إما ترى خائن كوين خلاص ما جرشته بخائن اخترف له لكن ما يمكن أن يكون أمين في نفس الوقت خائن خون أي كلني فإذا زي سؤال كاهته وقطع وصل زخونة كتقبلوا بالكان مرتعوا زي بلو جبت زي بلو زرباتات يسمع يخون فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شديد القوى كذلك قال ذو مرة فاستوى ذو مرة فسرها العلماء بأكثر من تفسير قال بعضهم ذو مرة بمعنى ذو قوة يعني بما نفس المعنى حيالكم مخانو ترئة لأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة سوي فقالوا ذي مرة أي ذي قوة يعني حيل زلو خلا زلو وقال بعض العلماء ذو مرة فسروها بأنه حسن الخلق وأنه جامع الحسن الظاهر والباطن يعني سناي زخونة طبيات بوشت بقدامون ناي ملك عنيان ملك عناي سناي نت زلوه كم مالتي إلهم ون ذو مرة بزي فسروا ما مالتي إذن كلتا عين التفسير اللوا مالتي فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شديد القوى في حيالكم مخانو تملكعكم زلوه طبايكم زلوه ملؤنتون أب وشتاون قدام كم مخانو الله سبحانه وتعالى يحبرنا مالتي فاستوى هنا كذلك يرجع الضمير إلى جبريل عليه السلام فالله سبحانه وتعالى جبريل قال فاستوى وهو بالأفق الأعلى تي بوتانات خاخ متصخلو وحينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو بالأفق الأعلى بتي شنخ لعلواي مالتيو فجبريل عليه السلام ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكافتي زمتصال اوان بيناي نيرو مالتيو بتي شنخ لعل الأفق معنات بزي أدماس لعلواي بوتا مالتيو
فالأفق الأعلى الذي قال بعض العلماء الذي يأتي منه الصبح مالت بتي وجن مبراق يخون يبلو مالته فهذا هو المقصد بالأفق الأعلى فالله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل كم زل أخلو زي جبريل زي تمن أختي يبتصح كم زل نبرة بأمانان بحيل نزق الدايزي كم زبصحه مالته والله سبحانه وتعالى قا بوتو أبيكم مخانو بيناي شنخ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام كما تنايتن تحنتي زرأيو بتا أفتاتراناتو بتي الله سبحانه وتعالى زفطره كتوصن كله رأيته قال وقد سد الأفق وله 700 جناح يعني تخلو تي وجن ناي سماي كله تاجر ومالتيو كله شفينوه يعني سماي درجة أي رأيون مالتيو وله نعم وله 600 جناح مالت شدشتميتي قله مالتيو فالله سبحانه وتعالى تحيلن أفتاطرا ناي جبريل عليه السلام توم كالوت ملائكون نناتهم أفتاطرا لهم فجبريل عليه السلام كم زي عينة زي حيلن كم زي عينة زي ملكعن كم زي عينة زي بوتان كم زي نبرو الله سبحانه وتعالى ناي جبريل بوتا اتناتو حيلن ملكعن ون يقلص لنا مالتيو فيقول الله سبحانه وتعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى من هو الذي دنا فتدلى قالوا هو جبريل عليه السلام دنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريب مالتيو فكان قاب قوسين أو أدنى أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم تي أقرار بنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمن أختخبو خلو تي ناي الله سبحانه وتعالى قالات كما حلال فلو خلو كابرحو كم معدو يكون الزاربو انتهي دعا نابو يقرب مالتيو فمعنى ذلك النبي صلى الله جبريل عليه السلام ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحي كهب مسورده قربا ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كوينو تمن اختي خمزه بصحه ينقرنا فكان قاب قوسين او ادنى قاب قوسين القوس هو زي قستي بلو مالتيو بتغرينيا كمزي وي مانتي كرام ابهال حجي اتناتو امونغوم زنبر رحقات مالتيو قوسين يعني خلته مانتي كراما وي قسته ጫለዳት ብሎ ጫለዳ بعدنا እንዛ قاليوم ما قسته لهم مالتي حجي لا تغرينيا برقسته بلو يلو لانه خامنتاي مصيا حجي بقانقو عرب مش قوس قزح بلو بتغرينيا انتاي بلو قسته دبلو فقالوا بعضهم قسته لهم اللي يسموه مالت لكن ترجم على كل حال تا سخون فريقكم مالكم تاجمو اسات خون ويكا كانت ترجم تلواد اللي يواب تاجمو مالتي تسب تغرينيا مسولنا نعم فعلى كل كلته وقيل بعضهم قاب قوسين قالوا بين القوس والوتر الوتر مالتي قوم ما خوينو ويكاتي جمد نتا ما تكرام حزوا زلون في الليا مالتيو خندتا جمدن كندتا داتا تا انشيتن كندتا خندات خون رحقات يبلو لكن المقصد انه النبي صلى الله عليه جبريل عليه السلام ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسكربه كان ادنى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم رحق اين برن تايدا قريبو بتي طبعا الله سبحانه وتعالى نه جبريل كل حجنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كقرب كل ساعه كندزي طبعا بتي الله سبحانه وتعالى خلقه قندي خلالق او فطاطرانات يكون زقرب نيرو انتهي دا حنسا سب تمثلو بفلوي سب فلوت سب يمصو مالتيو بضحيه الكلب حنسا تمثلو مصنيرو حنسا ون بزيف اللسب كانه اعرابي كوينو مصنيرو الصحابه رضوان الله عليهم حدا غزيون اب مسجد مسمصه جبريل عليه السلام ريومو لكنهم ما كانوا يعلمون انه جبريل كم مخانو فلطين برون تايدا قالوا انه رجل حدث باي مصيلهم دمصو خب ود عادي يكون المثل كابرحو بوتا زمصه لكن ما يرى عليه اثر السفر برضو خبر يعني ود عادي يكون لكن ما راينا يعني تي كنريو خلناهم كابغاش مغشا خبرحو بوتا زمصه اي مسلني ف كم زي لهم حجو خريو خلو سبك طراي كويني ترايوم غاشاي لو طراي احلفهم مالتي فهو النبي صلى الله عليه وسلم كما تخول جبريل كم زي حجي طبعا
عندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نفس الحديث وأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني كلت بركو كوف مس بلا جبريل ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلت بركو أم انتهى الجبون أبتن كلت بركنا نبينا محمد إذا معنى ذلك انتهى نيرو قربا نيرو مالتي فالله سبحانه وتعالى تجبريل زلوز نبري حتى لا يقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم تزبالو زلو سئلك تسمعه ناي أجنانيو ناي قالي دمصتات زي كابي كم زمص دي سمعك نخيب بهال فمعنى ذلك إنه جبريل عليه السلام قريب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه خمس نبري كاب قربا خاب أفو تي الله سبحانه وتعالى استواها به كاب أف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قربا بقربا يقبله خمس نبري تي قداي كأزة تراطر كم زي كونه إن الله سبحانه وتعالى نزي نجرزي يرجعجز مالتيو فما صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين محمد مالت بين تي أمونجو محمد صلى الله عليه وسلم أمونجو جبريل انسي قربا خمس نبرو زخلوا يرئنا مالتيو ثم دنا فتدلخ بهالن كله طبعا قال جيجا تفسيرات قال ثم دنا فتدلى قال يوم كأنه أن الله سبحانه وتعالى أو اقترب من الله سبحانه وتعالى زبلو أفتناي معراجنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسؤول يلقى قبو لكن كمتي أب أحاديث زمت هو قاب قوسين أو أدنى زنبري ويكا ثم دنا فتدلى استبهله زمنيو جبريل عليه السلام لذلك تي أحاديث تدارئين روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح وروى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قول الله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح فأوحى إلى عبده ما أوحى بالحرزي معنى ذلك تي من يحجي تزقرب مالتي ويكاتي جبريل كم مخانو ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زل آخ كم زنبره الله سبحانه وتعالى نقر النامات فأوحى إلى عبده ما أوحى طيب فأوحى من الله سبحانه وتعالى هذا تفسير واحد قالوا فأوحى الله إلى عبده بواسطة جبريل ما أوحى يعني هذا تفسير واحد فأوحى إلى عبده ما أوحى فيكون فأوحى الله إلى عبده محمد بواسطة جبريل ما أوحى وبعض العلماء لا تفسير انتهى لهم فأوحى أي أوحى جبريل إلى عبد الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى فإذا تكون تفسيرها بوجهين وكلاهما صحيح يعني خلتيو خون خل مالتيو أما جرى شاتقن بمنيو الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل هو أوحى الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكلا المعنيين صحيح نعم عبده طبعا راجع إلى الله سبحانه وتعالى أي تغييرني يعني. عبده أي عبد الله إلى عبد الله يعني عبده هو الهاء هنا المقصد فيه ضمير يعود إلى الله لأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باريانا يبانيو باريانا الله وليس عبدا لجبريل فزئاء أيت في الليلة لكن تقدمت فأوحى هل هو المقصود أوحى جبريل أم أوحى الله سبحانه وتعالى لأنه تزرباز حالف انتهى يرخل بزعبة جبريل سلزخونه فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذا زخله بزعبة جبريل سلزارب زنبره فأوحى حجي أقرب مذكور من خونيو إلهم قال يوم جبريل يوم وبعضهم قال لا نرجع إلى الأصل يربط بالله سبحانه وتعالى لأن الوحي الأصل وإن كان جاء عن طريق جبريل لكنه من يتقندي الله سبحانه وتعالى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبد الله ما أوحى أي ما أوحى الله سبحانه وتعالى قال وكلا المعنيين صحيح طب ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى طبعا ذكر في هذا المسألة هل ما أوحى المقصد كل الوحي زخونه وحي دي ولا وحي معين فليز بلي توسنه وحي يستقزله الله سبحانه وتعالى فذكر عن سعيد بن جبير
في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى الله إليه ألم يجدك يتيما فآوى وأوحى إليه كذلك سورة الضحى ورفعنا لك ذكرك. طبعا هذا قول من؟ قول سعيد بن جبير. وقال غيره أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أي يا محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. يعني هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى خفتي ذهب وحي فليز بلزاء آية تقصازلا نتم قدمتم جناس قدميخا زخونه يخون نبي نخيئاتوا حرموا أيو السخاء مجمريا التأتوا كمون زخونة أمة أي تأتوانيا قدمي أمتك قدم أمة محمد السياتها مجمريا تأتويلو إزياء فريز بلا وحي ذهبوا إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلو مالتيو. هذا أقوالهم على كل حال لعلهم أثر لعله شيء لكن ما في أثر زي ما تقول صحيح. فأوحى إلى عبده ما أوحى الآية ما ذكرت فهي ممكن تكون مطلقة لكل الوحي. وقال بعضهم أنه هذا الكلام لكن هذا الكلام ما عنده مستند يعني زي ما تقول حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو أقوال للعلماء بناء على قول سعيد بن جبير كافتهم تابعين سنزنبري كابوتات وسيدهم مالتيو. طيب القول طبعا هنا الله سبحانه وتعالى طبعا قند نطبي كل جزيتهم علماء أبزن آياتات زين صحاحبهم نطبتات اللوا مالتيو. فطبعا هي متعلقة بالإسراء والمعراج إسراء النبي صلى الله عليه وسلم للسماء زعر قال له هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء عندما قال الله سبحانه وتعالى هنا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هنا أبزي أحجي علماء بزح تفسيره بوملا مالتيو. قال العلماء بعضهم قال هنا الله سبحانه وتعالى بزعبا من يزارب زليلهم هل يعني لما قال أفتمارونه ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء. طيب ما هو الشيء يريه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى جبريل أو رأى غير جبريل رأى الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء قال رأى ربه واختلفوا دم رأى ربه زبلوا أكلته تمقي لهم مالتهم. قال بعضهم أنه رأى ربه رؤيا عيان قال لهم كغنتا لهم لا هم رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده يعني بعيني يكون الرئيوه بمتاي دعا بلبه يرئيوه مالتهم. وقول الآخر لا المقصد أصلا لا رأى بفؤاده ولا بعينه إنما رأى جبريل عليه السلام. الرؤيا هنا لمن؟ لجبريل يرئيوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على هيئته إلا مرتين زي مرة حنتي سماي مسعارة جمالتيو تا حنتي خاء أب طائف كيلو خاب طائف النات ملس خلو كس مسوقه الله سبحانه وتعالى شعى لجبريل ليخلو مالتيو. فإذا حالتين أبزن كلته واني رئيو مالتيو. فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية مسألنا مالتيو نزلة أخرى خبريو قال أيتي كمخانا خبرها لنا مالتيو. لكن طبعا زي أحجي إذن جبريل لهم حنتي قال أيتي رأى الله سبحانه وتعالى بعينه وقال رأى بفؤاده. رابعيتي قالوا لا إنما رأى آيات الله تفل عليه آياتات ناي جنة ناي جهنم في أبتناي إسراء ومعراج ترى آية مالتي كله سدرة المنتهى أبوتات بسيحو تي البيت المعمور زرآيو قلميتات بب عينته آياتات زرآيو زي تي رؤيا تي مع تزرآيو أبزي عرقة زي حق خم مخانو تراطر نجر كم زي كونه. فالله سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى تزرآيو تزي كله كم زرآيون كم زي استوعبون مالت تردي وخلو مالتيو سؤال كات الرأية كم زي ناي حلمي قريو تردو قريو زي تردو قريو يمثلن إن بالك تحكي يكونن إنما رآه رأيا يعني الرأي ناتو ناي بحكي عين ريون أب لبو
ዝወቀረን ማለት እዩ ዘይርሳዕ ሓቂ ከም ምዃኑ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ይብሉ ማለት እዩ طبعا احنا خنمصينا حج دحريا في هذا في الايش طبعا رأيين مالتي معنى ذلك انه الرؤيا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو في حديث حناتي في احاديث طبعا حج علماء بزعبه تقصوا حجي كله نناتو الرأي اللي هو مالتي قال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد ربه مسروق نبن متي مالتي أبا عائشة رضي الله عنها حتى متي مالتي لأنه قال يوم تايبها نيرو لما عرج إلى السماء رئونا الله سبحانه وتعالى زبلو سبات لزنبرو فمتيو كرقاقز نزقود دايزي نبن متي مالتي ناب عائشة رضي الله عنها فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري يعني زرب زبلكايو نتيجة قريس انتهى قروا مالتيو انتهى مزبلو كم زي شغري دوي اللي يجيب لك قسم بيت كله قال تعشوا مالتي تخيفوا شغروها تخيف لا تخيفوا بتقرنيا بعرب كان خطر الدخر دوايا مهجين كم زي سكحكح ويك سن بيت قال تسمعك الله خازي نفسها زبلكا مالتي سقف كف زبلكا مالتي ساعه شغروها تعشوا مخون فقال فقلت رويدا يعني تاخم كي قد بديله مالتي ثم قرأت يعني تا آية سبب تاي رد أخم زلو لقد رأى من آيات ربه الكبرى دويب لنا الله سبحانه وتعالى إبلا مالتي فقالت أين يذهب بك إنما هو جبريل من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث سورة لقمان آية 34 فقد أعظم على الله الفرية فقد أعظم على الله الفرية زي قرأت استقصي مو تقند حجنات منتهى أنه الله سبحانه وتعالى بعينه ليزبلك فقد أعظم على الله الفرية زي تاجر مالتي عباي حصوتيو حسيو مالتيو زي تبع نجر زي تسمع نجر تزاري مالتيو فتقول ولكنه رأى جبريل زرآيون ترى أخوينو أفتي وانتز آية زي أتقصازلة جبريل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد وله 600 جناح وقد سد الأفق فزي هذا حديثي أتي النبي صلى الله عليه وسلم زرآيو أبزا آية زي أستتقسي الله سبحانه وتعالى خمزي كونه إنما لمن نجبريل يريئو والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما رواه مسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه انتهى له حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا نور أنا أراه فأبو ذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قويتانا الله سبحانه وتعالى رئي خايو دي خايلو مسحادتون تايلو ملسو نور أنا أراه برهاني رئي برهان تراهم كما يجي رخرئو إلو ملسو مالتيو فإذا النبي القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا خلو الله سبحانه وتعالى أي رأي مالتيو فالأرجح أنه مريو بتأحاديث زلو لجبريل عليه السلام وإذا كانت الآيات الثانية تتبهل زلو من آيات لقد رأى من آيات ربه الكبرى زي آياتات زون تداخل بهالكوينو ناي جبريل خون ناي كالي خون كله يأتوا تحتيه مالتيو لأنه ما رآه في ليلة الإسراء والمعراج رأى آيات عظيمة وآيات كثيرة يعني زي بهال يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رئي يوم مالتيو فيقول الله سبحانه وتعالى كذلك وقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى طيب هنا قال الذين استدلوا على أنه يعني تايلهم مليسون مالتي توم الله سبحانه وتعالى يقول أنت بالدلازاء يزيئة إنما قصدها لجبريل لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد رآه نزلة أخرى معنى ذلك كانت في رؤيا سابقة كلت رؤيا الله مالتي بجكاء لكن هل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى كل تجزي رئيوه بلو ما في حد قال أصلا
حتى الذين قالوا أنه رأى ربه زبلوا كالأيتي ويكأخلت شعر إيو زبلوا أيكونون. فإذا قالوا إذا نعنا دليل إليهم مالتي ولقد رآه نزلة أخرى قالوا هذه المرة الثانية قال أيت سلزخونت الله سبحانه وتعالى تقيسوا مالته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأولى وهو في الأرض وهذه كذلك قال أيتي آب سماي مسعارق خاء ليلة الإسراء نجبريل رئيوا مالته سلزي بزا آية زي أخاء بزا مستا آية تتقصد نعنا زيادة من رقاقة تخون النبي مالته مستي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراهله عائشة رضي الله عنها كافت زم حلال فتق قالت أنه ما رأى ربه ومن حدثك قالت أنه الله سبحانه وتعالى رئيس بلي زي فقد أعظم على الله الفراء. فهذه الأدلة زي كله شبتتات انتهي قبر مالتيو أنه تترأي الله كم زي كونه انتهي رأى جبريل عليه السلام كم مخانو تنقرنا مالتيو. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بزح أحاديث تقيسي رأيت جبريل وله 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل ومن الدر والياقوت النبي صلى الله عليه وسلم تقيسه. فهو أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في ذهابه إلى السماء أو أفتعرقت من سماء زعرقه لجبريل كم زرع آيون الرقاقي قلنا مالتي مستي شدشت ميتي كنفتات ويكا قلتات ناتو تي قلتات ناتو خاء زي بهال انتاي زملؤو مالتي بب عينته حبرتات بب عينته ملكع زلون كم مخانو انها النبي صلى الله عليه وسلم كم زرعايو تي قداي ونعو كم زقرمو النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذا قال التهاويل معناه ازخ بهال زي كقال بجي كرب زي فولطو مالتيو يعني زن سخ لكم اي كلنيه. فتخيل نجزع رسول شدشت مئتي قل خبلك أقول طيب إذا قولوا رئيخان تاني كم زلوا خمير كات ثمامية. فإذا كان وخلقه سد الأفق كل نزل سماء حج السخاء النبي صلى الله عليه وسلم بتاع زخدا بتاع حنت معالتي بتاع حنت زرعايو ويكأخل تشع زرعايو زخلوا تاني يرون كقول صو أي كلني يلوم النبي صلى الله عليه وسلم تقيسهم مالتي. فرآه أين الثانية زخار أي تحجة بالدلة عند سدرة المنتهى. عليكم السلام. عند سدرة المنتهى. وهذه السدرة أبي أتركب في الجنة. قالوا سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج إلى الله سبحانه وتعالى من الدنيا إلى السماء فسميت بذلك سدرة المنتهى. طبعا السدرة هي تاي مالتيو كم قرب طبعا قرب نايقابا مالتيو فهي وصفت كأنها سدرة المنتهى تازل عالت طبعا تناتا صفحات تناتا عبية تناتا ملكة عند زي بهاليو وإن كان سميت قرب كم زي قرب نايقابا وتسمى مالتيو. والله سبحانه وتعالى عندما وصف قال إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني زا قرب زياء دشفنان زملان انتدأ ريخهم كأ زي بهاليو قالوا ما يغشى تركه الله سبحانه وتعالى هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى شيء يعني زي تتغسل لكنه انتاجر ومالتي هذا للتعظيم ما يغشى. قالوا الأشياء العظيمة انتايو قيل أنه تغشاها الملائكة يعني ثم ملائكة حج نجزار رسوم أبقى يعلبوا مالتي فقالوا أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان يعني ثم ملائكة حج نجزار رسول خلقت فطاطراناتهم حجنا جبريل كنا متايو تي عبيتون تملكعون رينا مالتي. طيب إذا كان ذا سدرة زئة ثم ملائكة نجزار رسوم أبل علي آخر على بخلو كم من تاخونه مالتي كم زي كواخ ولا ليلو ولا قلب له مالتي فهي قد خدمتها مالتي يعني جزارسها. فهذا أمر عجيب يعني فلذلك إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى الله سبحانه وتعالى. قلت إن شاء الله دحري أذان من بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذ يغشى السدرة ما يغشى فالله سبحانه وتعالى إذا سدرة زبلنايا إذا قرب زئة الله سبحانه وتعالى ببزح نجرات كم تشفنت حرخابه بملائكة وقيل كذا كمون بتبرهان الله سبحانه وتعالى ببعينته حبرتات ببعينته برهان زي تشفنت كم مخانا أفتح حديثنا إسراء ومعراجون تقيسنا ليرنا قدم حجي أب سورة الإسراء وانتزار من ليرنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى حجي إذا سدرة زئة أب لعلي شاوعي السماء تركب مالتيو سدرة المنتهى قالوا لأنه تعرقتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا تودئ منتهى تباهلو وتي ناي الدنيا ناب الله سبحانه وتعالى زعرقون أبو دود بالكاب الله سبحانه وتعالى زورد كا ناب مجمريا يعلب إلهم بزي فسرهم مالتيو سلمنتاي سدرة المنتهى تسمية والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفتي حديث الإسراء كا أبزي بوتازي مسبسحه الله سبحانه وتعالى قال أعطاني ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته فالله سبحانه وتعالى تلا شركا زي قبر خير من أمتك غفر لهم كم مخاني كمون خواتيم سورة البقرة هيبو النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبرسيون تن حمش السلوات تعزيزو مالتي أبا مسبت صحيح ما زاغ البصر وما طغى قال ما زاغ البصر وما طغى زاغ بمعنى يمان أيبري تقام أيبرن يعني تزريو زنبري أفتت أزوزو تخيلو يرئكم زنبري وما طغى قالوا وما جاوز الحد تتفقد اللخابون كرئي أون أي فتنن وقالوا زي حجين تاي زرزولو تي أدبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يجروا أفتي بوتاتي مستي زريو زنبري مستا الله سبحانه وتعالى زفقدلو نجارات نخريو زفقدلو نجارات كما يجروا خم زرعي يرئنا مالتيو ما زاغ البصر أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى يعني تي تفقدلو كله كم زرعيو نيمان تسقامينون كم زي صحته أبرسيون كافت تفقدلو زيادة كرئون أي حتتن أي طلبا وما طغى أي ما تجاوز الحد فكان قادر أفتبوتات بصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله أنا حجي أب سماء وقد قاخلهم كرئ كادر اللي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل وما طغى وما طلب شيء يعني دي تفقدلو نجر كحاتت ويك آخرئون النبي صلى الله عليه وسلم أي طلبا ويك أي دليا ثم يقول الله سبحانه وتعالى أما جرشا لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما قال سبحانه وتعالى أبكال آيات سورة الإسراء لنريه من آياتنا
فإذا ت إسراء ومعراج ت أبلع على سماي مسعرج الله سبحانه وتعالى سلمنتي زعرقت زجيرو لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه ملكوت السماوات أبلع لسماي زلو انتاي كم زلو انتاي كم زقبر الله سبحانه وتعالى تفل عليه آياتات تفل يتأمر تفل ملكة كبرة ملكة لؤلنة الله سبحانه وتعالى كريوس لزدليه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى هي العظيمة قليل نقرأ يكون تي أبو رأيه بل هي آيات كبرى وعظيمة فالله سبحانه وتعالى تي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زرأي وآياتات أبي آياتات كم زنبر لذلك تم علماء سلمنتا اتحاد خافت ناب إنه الله سبحانه وتعالى رئيو نخبلو دفافهم لأن الله سبحانه وتعالى قال من آيات ربه الكبرى سلازملت زعابي حج انت أبي وسيلهم مالتيو أبتيناي رؤيا الله سبحانه وتعالى لكن زي بمنتهي تنسيقو مالتيو بتي ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال بتي الصحابة رضوان الله عليهم عائشة رضي الله عنها زبلتون أحاديث متن بو تنسيقو مالتيو قنوع التفسير كم زي مخانون تردئنا مالتيو لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات عظيمة لكن ليس بالضرورة أن يكون رأى الله سبحانه وتعالى قدنا يكون أن الله سبحانه وتعالى ريو خنبل لأن تي أفتمعت زرأيو نقزع رسوع عبيت آياتات نيرو تي زرأي نقراتون النبي صلى الله عليه وسلم دحري عرقتهم مريت مسوردون تغيسهم يوم حدا خافت زرأي رأى البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون هذا كان من عجائب إزرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيت المعمور زبال كم بيت الله كعبة أنا بمريز زلنا مالتي عبادة نخبروا لهم ملائكة يأتوا كمصوا خلوا زم ملائكة حجي يأتون كن دايم دمصوا كل معلتاوي 70,000 ملك 7 شح ملائكة يمصوا مالتي زم 7 شح ملائكة حجي بقى زي أحد تعدل يا زلاتهم مالتي نابز بوتازي كم حج صغار مرة في العمر تقبر سوم حجي مرة في العمر ألاتهم مالتي حانسا أمس يوم دحريو أي من لسوانهم فكم من ملك في السماوات ولكن زم ملائكات حج خصع كندي يخونوا مالتهم إذا زي بها القصرهم بزحات يخونوا مالتهم بعد ذلك طبعا بحدش أرستي قناعته سلازخونا قصع أبزي دوم بالي حيش إن شاء الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى زي حدش أرستيو نابنيو تزربان أفتهم عندها جنة المأوى طبعا هي واضحة أنه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سجرناها مش كده طبعا هي نفسها أي أنه سدرة المنتهى أبي الله مالتي أفتى لعلت جنة أي جنة المأوى استبهلتنا جنة أبقى أفتى شاوعي شماي زلاتها جنة تركب لها تازل على الجنة تخون مالتي فإذا هذه هي جنة المأوى التي فيها سدرة المنتهى أبي الله أفتى جنة المأوى خمزلة إذا آية زي تتكس مالتي ويكا تبره بزي درسنا يفصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تريفوا زلو دقائق تي حالي خلتي حتى تدعى اللخوينو نابونا تبارك الله فيكم